على قد لحافك مد رجليك. معاك الكريدت ولا الديبت؟ تعال اقول لك الفرق ما بينهم وازاي تحمي نفسك من الغرق في الديون بتاعه الكريدت كارد. في معلومه بفايده بنديكم معلومات في عالم الماديات. الديبت بيكون مربوط بحسابك الشخصي في البنك، وكل ما تشتري حاجه الفلوس دي بتتسحب من رصيدك على طول من غير اي مشاكل ولا واقفه في البنك. ولو ما عندكش رصيد كافي الكارت مش هيشتغل، وبتستخدمه لما بتكون عايز تسيطر على مصاريفك وما تتورطش في مبالغ مش معاك. يعني على قد لحافك مد رجليك. الكريدت بقى بتشتري الاول وبعد كده بتسدد للبنك في اخر الشهر، وممكن برضه تسحب ولكن بيتحط عليك فايده عاليه، فاستخدامه بيكون كانه سلفه صغيره من البنك، يعني حاجه تستر بيها نفسك كده. وبتستخدمها لو بتشتري اونلاين من بره مصر، او لو مسافر، او لو عايز تجمع نقط او كاش باك. بسيطه، يعني تتحكم ديبت او تستلف كريدت. ودلوقتي هقول لك 5 حاجات عشان ما تغرقش في ديون الكريدت كارد. عملتوا سيف ولا لا؟ اولا ادفع المبلغ كامل قبل اخر يوم للسداد، عشان لو دفعت الحد الادنى بس هتخش في دايره فوائد كل شهر. تاني حاجه راقب مصاريفك كانها من حسابك الحقيقي، التاجيل مش معناه فلوس زياده، ده دين مؤجل. 3 حط لنفسك ليميت شهري تحت ليميت البنك، يعني لو البنك مديلك 20000 جنيه حاول ما تعديش انت ال 5000. 4 فعل تنبيهات السداد على الموبايل، خلي البنك يزعق لك قبل ما يغرمك. هاتوا الفلوس اللي عليكم. واخيرا 5 ما تستخدمش الكريدت كارد في سحب كاش خالص الا للضروره القصوى. ليه؟ عشان الفايده بتبدا تحسب من لحظه السحب مش من بعد فتره السماح. خلاصه الكلام ده كله ايه بقى؟ الكريدت كارد اداه مش فلوس زياده، لو استخدمته صح هيفيدك جدا في مشترياتك وسمعتك الماليه، ولو استخدمته غلط هيبقى باب جهنم ملوش اي لازمه. اعملوا لنا فولو واكتبوا لنا في الكومنتات لو عايزين تعرفوا اكتر عن الكريدت سكور وازاي بيأثر عليكم.